ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا دينا ودي قناتي. بص، احنا الفيديو اللي فات عملنا الاسبونج مع بعض، ويعني حطيته في الملاية وغطيته وسبته. هنيجي بقى دلوقتي احنا هنزوق بقى الجاتو بتاعنا. بصوا، انا دي الورقة اللي هي على الوش، فانا شلتها، ما شالتش طبعا كل حاجة للوش. الوش ده لازم يتشال لانه بيبقى فيه زفارة البيض، فانا طبعا ايه بفرك فيه اهو بايدي. هو المفروض لو اول ما يطلع من الفرن وبتغطيه على طول، تعملي بس الجناب بتغطيه على طول. اول ما بتغطيه على طول هو سخن وتقلبيه، بتشيلي الورقه بيطلع كله. فاهميني؟ بس هو بقى ما طلعش. هو ممكن يكون وانا بعمل الجناب كان الصاج هدي شويه، برد شويه، فعشان كده ايه الوش ده ما طلعش في الورقه اهو. انا دلوقتي دي المسطره بتاعتي بتاعه الجاتو بتاع كده، انا مخصصاها للمطبخ. انا دلوقتي بقسمه الاسبونج بالنص، علشان يعني ايه ده هيتحطوا الطبقتين على بعض. انا عاملاه طبقتين بس الطبقه طبعا عاليه. انا شفتوا الاسبونج علو حلو جدا. بقسم اهو، بظبط بقسم بالمسطره. انت طبعا 30 في 40 30 في 50 برضو تقسميه على ده الوضع. بس طبعا لما بيبقى الصاج 30 في 50 بيطلع معاكي حته الجاتو طولها حلو، ممكن يوصل لطولها 11 ونص 12 سنتي. فطبعا بيبقى طول كويس جدا. طبعا بيبقى على حسب الطلب والرغبه. فمن دلوقتي هنعمل الكريم شانتيه بتاعنا. كوبايه من الكريم شانتيه، عليها نص كوبايه من السكر، عليها كوبايه ونص ميه متلجه. الكريم شانتيه اللي انا بستخدمه ده اللي هو ايجي شيف، كويس جدا. ودسة الجاتو بتاخد منك بالظبط كوبايه كريم شانتيه، وبتبقى كويسه جدا، وبيبقى يعني حلو، يعني مش قليل فيه خالص، لا. وهتشوفوا بنفسكم. انا كده بعمل بالمضرب لحد ما القوام بتاعه يتماسك على الاخر، يعني يبقى كريم شانتيه تعمليه بالمضرب، ما بينزلش من المضرب، من السلاح بتاع المضرب اهو. بس يعني بنضرب فيه شويه طبعا، زي ما قلت لكم ان المضرب غير العجان، فالمضرب بياخد وقت شويه بس مش مشكله. نيجي بقى تاني طبعا للطول بتاعنا، زي ما بقول لكم هتطلع طولها 11 ونص 12. هو في العادي بتبقى طول قطعه الجاتوه الطبيعيه بتبقى حوالي 4 في 10، 4 ونص في 10، فاهميني؟ على حسب طبعا الصاج. بس لما بتتعمل 12 دي بتبقى على حسب الطلب. يعني انا ال 15 دست الجاتوه اللي كانوا مطلوبين مني، اللي هو اوردر خطوبه، كان هو اللي طالب مني، اللي عاوز الاوردر اللي هو مقاسها تبقى طولها 12، فده كان بيبقى بالطلب. بس لكن انت في العادي لا، الصاج 30 في 40 هيطلع لك دستة حلوة جدا. فانا حتى ما كانش عندي الصاج اللي هو 30 في 50 ده، اضطريت عشان اوردر الجاتو ده ان انا اشتري صاجين. جبت الصاج 30 في 50 فطلع لي قطعة بالمقاس اللي العميل عاوزها بالظبط اهو. بنضرب الشانتيه وكده الشانتيه ابتدى يتماسك اهو معانا. ومش لازم تحطي الميه والسكر الاول وكده، لا لا، انا بعمله كده صدقوني، السكر بيدوب جدا، مبقاش فيه اي حاجه، بيبقى الكريم شانتيه ناعم جدا، فعادي اهو. بعد ما عملنا، انا طبعا ببقى انا دلوقتي عامله الشانتيه، ببقى برضو محضره معايا ايه السيرب اللي هسقي بيه الكيكه بتاعتي اللي هو الشربات. بس بنسقي حاجه خفيفه خالص لان الاسبونج بيبقى طري جدا اساسا، فانت بتسقي حاجه بسيطه. السيرب ده بقى بنحضره ازاي؟ يعني كوبايه سكر عليها كوبايتين ميه، ويغلوا على النار، يا دوب السكر يدوب، ونعمل ايه نطفي عليه ونحط رشه من الفانيليا بس. اهو ده كده الاسبونج بتاعنا. انا كده بقى ايه هنسقيه، بس يعني زي ما قلت لكم حاجه بسيطه. انا عندي اللي هي الازازه بتاعه الكاتشب والكلام ده، حلوه جدا في انك تسقي بيها. ما عندكيش ممكن بالفرشه، الفرشه اللي هي زي الاسباتيولا دي السيليكون، ممكن تحطي فيها سيرب وترشرشي كده على الاسبونج بتاعك اهو. اهو كده سقيناه. هنجيب بقى الشانتيه، حطيته في كيس من كيس اللي هي كيس التلاجة العادي اللي هي اكياس اللبن. ده اسهل بكتير، اسهل من انتي تعملي. انا الوش من فوق بعمله بالسباتيولا عادي، لكن في النص عشان يطلعهولك حاجه واحده، والكريم شانتيه طبقه في النص واحده، فانا بعمله بالكيس احسن، بيطلع معايا نتيجه احلى. رغم ان انا دلوقتي هيحصل معايا حته موقف، يعني يمكن اول مره يحصل معايا، بس الحمد لله قدرت ان انا اصلحه. وانا ماسكه قطعه النص التاني بتاع الجاتو عشان احطه، باجي بقى اقلبه بيتقلب مني غلط.
فبيجي هتشوفوا دلوقتي اهو. بصوا جوارب يا ربي، تحاولي تعدلي فيه طبعا. الاسبونج طري جدا بيتكسر ليه؟ لانه مسك في الشانتيه. بس انا الحمد لله ان انا بحاول بقدر الامكان اعدله وبظبطه لحد ما يتظبط. فده صدقوني دي مش مقصوده، بس طبعا يعني انا بوريكم ان انتوا حتى لو حصل معاكم زي كده موقف، هو ده طبعا حصل غصب عني، بس لو حصل موقف زي كده معاكم يعني تقدروا ان انتوا تتصرفوا، تقدروا ان انتوا تعملوا. يعني بصوا واتصرفتوا. بصوا الجناب الشانتيه فيها كويس جدا، يعني الشانتيه الحمد لله كان كويس ما تأثرش، فاهميني؟ فلا عشان تظبطيها. وممكن اقول لك فكره تاني تقدري ان انت تظبطي بيها وهيبقى كويس جدا. يعني انت ممكن تحطي الطبقه اللي تحت اللي هي بتاعت الاسبونج وتحطي عليها الشانتيه بالطريقه اللي وريتها لك. ممكن تحطيه في الفريزر حوالي نص ساعه. لو انت لسه مش متمكنه وخايفه تحطي طبقه على طبقه مثلا تميل كده، انت ممكن تحطيه في الفريزر اللي هي اول طبقه بالكريم شانتيه، بحيث ان هي تمسك شويه. لما تيجي تحطي الطبقه التانية حتى لو اتعوجت منك تقدري تظبطيه من غير ما الكريم شانتيه يتحرك من مكانه. الكريم شانتيه بالفعل هيبقى ماسك نفسه، فاهميني؟ كده انا بقى حطيت باقي الكريم شانتيه اللي عندي كله، باقي الكوبايه على الوش من فوق اهو. بظبطها بالسباتشولا اللي في ايدي. بعد كده بقى انا عندي هوريها لكم يعني حاجه بيضه كده زي السباتشولا، انا هفرد بيها هوريها لكم دلوقتي. بصوا دي انا اللي عاملاها. ده كان غطا عندي، غطا علبه بيضه كده كنت بجيب فيها جبنه، وانا ما عنديش اسباتيولا. طب انا عاوزه اسباتيولا اعمل ايه؟ مسكت الغطا ده انا مش بستخدمه ورحت قصقصت طروفه كلها لان طروفه كانت عاليه طبعا. عمل لي احلى سباتيولا وبعمل بيه وبيظبط لي ويطلع جميل وكانها سباتيولا فعلا، وخفيفه على ايدي مرنه بحيث ان انا اعرف اعمل بيها الجناب، اعرف اعمل من فوق اظبط بيها السطح حلوه قوي. فعشان كده بقول لكم حتى لو ما عندكوش يعني اتصرفوا، لو ما عندكوش من قلب بيتك واعملي، فاهميني؟ يعني تقدري ان انت تعملي اي حاجه من عندك اهو. انا كده بحاول اظبط السطح بتاع الجاتوه، ورغم حتى لو ما اتظبطش معاكي قوي احنا هنعالج ده دلوقتي وهوريكي برضو ازاي. برضو بصوا ده غطا كرنفاليتا. انا ما عنديش اللي هي اسمها ايه يعني اللي هي اللي بتعملي الشكل ده الزجزاج ده، انا ما عنديش. فرحت انا بقى ايه برضو جبت غطا الكرنفاليتا وقصيته وعملته بالمقص يعني 7 8 كده لحد ما اداني زي اللي هي اللي اسمها ايه اللي انا كنت لسه بقول لكم اسمها، انا نسيت اسمها خالص وانا بفرد بيها دلوقتي. بس عمل لي نفس الشكل. بصوا طلع شكلها حلو جدا كانها فعلا مشتريها جاهزه المشرشره دي اهو. بصوا انا نسيت اسمها معلش، انا بنسى كتير جدا اليومين دول. بصوا انا كده بقى ظبطت الطروف. عندي السكينه المشرشره بتاعتي ظبطت بيها الطروف كلها من كل النواحي. بصوا الطروف كلها اتظبطت. طبعا انا حطيته في الفريزر الاول، نسيت اقول لكم حطيه يعني 5 ساعات 6 ساعات فيما فوق عشان تعرفي تقطعيه بكل سهوله معاكي. والسكينه مشرشره طبعا مفيش انك تستغني عنها. بصوا انا بظبط وبحط المسطره بتاعتي بالطول عشان اقدر ايه اقطع حته واحده. بصي مش تروحي وتيجي هي مره واحده، شايفين اهو. وبعد كده بترجعي بقى بتجيبي العرض، بتبقى على حسب طبعا الطول، بس بتبقى على حسب حوالي مثلا 4.5 سنتي، فاهميني؟ بيرجع برضو طبعا للمقاسات. عشان كده انت كده عشان كده بقولك تقيسي في الاول وبتقسميها على 6. يعني العرض بنقسمه على 2 والطول بنقسمه على 6 عشان يديكي معاكي 6 مظبوط. وترجعي بصي انا برضو هعمل احدد بالسكينه عشان اشوف المقاس كويس اه. بصوا بفضل اعمل بالمسطره كده عشان يطلع ده كله قد بعضه اه. هعمل دلوقتي برضو بالسكينه بتاعتي. طبعا السكينه انا كل مره بحطها حتى جنبي شفشق كبير في ميه سخنه، اقطع واحط في الميه السخنه، اطلعها انطر السكينه كويس عشان ما يبقاش فيها بواقي ميه واعمل اهو. بقطع باقي القطع على نفس الكلام. بصوا هي حتى عشان تلجت او سقع كويس بيتقطع معايا بكل سهوله. السبونج مش بيفروت خالص فبيبقى حلو جدا. بصوا هنزوقه دلوقتي باسهل تزيين ممكن تشوفوه، يعني حاجه سهله جدا وفي نفس الوقت في منتهى الجمال والشياكه، وما مش تاخد منك دقيقتين وانت بتزوقي. بصوا
انا هوريكم شكل البلبله اللي انا بعمل بيها في الاخر. بصوا انا بعملها بدوس عليها شويه بضغط، بصوا لفوق، شايفين حركه ايدي؟ بصوا عشان تديني الورده حلوه يعني وكبيره عاليه لفوق. كده كده الحاجه اللي بتطلع في لفوق دي هنعملها دلوقتي باللي هنحطه عليه. هنحط عليه اللي هو شبه التوت ده، اللي تحسوه توت ومن جوه اهو. بصوا ده شكل البلبله. دي شوكولاتات في كيس، انا بجيبها كده من بتاع الحاجات الحلوه عادي، سوبر ماركت. بجيبها بالكرتونه واحط اهو على كل واحده واحده، على كل قطعه جاتوه واحده، وعلى الورده اروح حاطه اللي هي التوت اللي انا بقول لكم عليه اهو. ده التوت الاسود. بصوا اهو، نزلنا بقى الحته اللي كانت طالعه فوق كده من الورده بتاعتنا، فبقى شكلها روعه حلو جدا. وهنحط برضو اللي هو التوت الاحمر هنا بقى، عشان عملت وردتين حطيت هنا واحده وهنا واحده. هو اصلا تحس اللون الاحمر حلو كده وملفت، فاهميني؟ وشكله حلو جدا طلع على الجاتوه. كنت هعمل في النص عندي اللي هو الصوص اللي هو الاحمر ده، انا مرضتش اعمله، حسيت انه لا كده هادي وعجبني، اللي هو جيلو الفراوله. كنت هحطه في النص ومرضتش، قلت لا انا حاسه كده شكله اهدى وارق. وانتوا برضو قولوا لي رايكم كده احلى ولا كنت حطيت الجيلو الفراوله احلى؟ قولوا لي في الكومنتات. اه بصوا بقى كده بعد ما تتذوق، بصوا اللي انا حطيته على الشوكولاته دي نوتيلا. نوتيلا عملتها بحبه زيت كده، حبه صغيرين خالص، وحطيتهم في كيس ورحت عامله عليها خطوط كده رايح جاي. يعني بصوا مفيش اسهل من كده متهيألي. بصوا هوريكم دلوقتي قطعه الجاتو بتاعتنا. بصوا علوها، بصوا حتى في مكان ما طلعت بصوا اللي جنبها. بصوا علو قطعه الجاتو، بصوا طولها، حجمها حلو جدا وطولها حلو جدا. وهقطع لكم منها دلوقتي بالشوكه، يعني طري جدا. اتمنى الجاتو يكون عجبكم، ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب للقناه، واللي مش مشترك